فاضيين شوية نتكلم عن البشرة الدهنية والدهون والحبوب. فاضيين ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وزي الفل. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم شويه عن البشره الدهنيه وشويه حاجات كده اشاعات او خرافات غلط في غلط هقول لكم عليها واقول لكم ايه الصح بتاعها. وبما اني واحده صاحبه بشره دهنيه عانت فتره كبيره من الحبوب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والشحبان والاسمرار والاكسده الكتيره، فخليني اقول لكم خلاصه الموضوع ده من غير منتجات كتيره عشان انا بكتشف ان انتوا بتشتروا كميه منتجات رهيبه. يلا بينا. اول خرافه معانا النهارده وهي ان البشره الدهنيه مش لازم تترطب. تعالوا احكي لكم حدوته صغيره هتفهموا منها كل حاجه. ايه اللي بيخلي البشره الدهنيه تفرز دهون كتيره؟ الدهون دي تتاكسد وتطلع حبوب ورؤوس سودا ورؤوس بيضاء والكلام ده. تخيلوا ان الاجابه هي ان انتوا مرطبتوهاش. بامانه البشره بتحب انها تبقى مترطبه. الترطيب دوت بيخلي البشره سموث في الحركه، بمعنى ان انتوا لما تيجوا تضحكوا تلاقوا بشرتكم ناعمه معاكم رايحه وجايه من غير ما تبقى ناشفه زي البشره الجافه. يعني مثلا لو سالتوا اي حد صاحب بشره جافه، لو قلت له انت ما رطبتش لمده كام يوم ايه اللي بيحصل، هيقول لك بيبدا يبقى فيه جفاف هنا، قشور، من اني وانا بتكلم بشرتي عايزاني ابقى اعمل كده اهو. اي حركه المرونه بتاعه الجلد مش كفايه، ما عنديش مرونه كافيه، فيبدا الجلد يعمل زي يا جماعه ايرور نوتيفيكيشن، حد يجي يرطبني عشان اعرف اتعامل. لما ما بنرطبش بتبدا تظهر قشور بيضاء اللي بنقول عليها شديد الجفاف. بعد كده الموضوع بيوصل لالتهابات ومحتاج ترطيب عميق وبتاع مش عارف ايه وحوارات كبيره كده. دي طريقة استغاثة البشرة الجافة بانها محتاجة ترطيب. طريقة استغاثة بقى البشرة الدهنية هو انها بتيجي تعمل زي البشرة الجافة. البشرة الجافة جت تنده على الدهون اللي جواها عشان تطلعها، عشان تدي ترطيب وتدي مرونة للبشرة، ومن هنا تعرف تتحرك ما يحصلهاش التهابات ولا قشور بيضاء. البشرة الدهنية بتعمل نفس النظام، هتبدأ تعمل نوتيفيكيشن يا جماعة انا مش عارفة اتحرك، انا محتاجة ترطيب. فبما ان الترطيب مش جاي خارجي فيبدأوا يرطبوا داخلي، فيبدأ الدهون تطلع على البشرة. الفرق هنا ما بين البشرة الجافة والبشرة الدهنية ان البشره الجافه يعني ما عندهاش دهون تطلعها لما تبقى محتاجه انها تترطب، وان البشره الدهنيه عندها دهون بتطلعها لما بتبقى محتاجه تترطب. بس لكل واحد منهم ميزه وعيب. البشره الجافه مثلا عمرها ما هتيجي في يوم تشتكي انها طلعت لها الحبوب من رؤوس بيضاء او الدهون او رؤوس سودا ورؤوس بيضاء بنسبه كبيره زي البشره الدهنيه. والبشره الدهنيه عمرها ما هتشتكي انها هتجعد بدري بسبب كميه الزيوت اللي موجوده اللي بتديها مرونه بشكل مستمر، وعمرها ما تحس انها كرمشت او جعدت بدري في الثلاثينات كده. علاج الاثنين هو تنظيف البشره كويس بالطريقه المناسبه ليها، والنهارده هكلمكم عن البشره الدهنيه وترطيبها بالمعدل اللي هي محتاجاه والمواد اللي هي محتاجاها. يعني مثلا بما ان البشره الدهنيه اكتشفنا دلوقتي ان طريقه من طرق الاستغاثه بتاعتها انها تفرز دهون، يبقى احنا لازم نبقى مرطبينها عشان ما تضطرش تستغيث ولا تفرز دهون كتير. ومن هنا ندرك ان احنا محتاجين نرطب البشره الدهنيه ترطيب كويس جدا وكافي انها ما تحتاجش انها تفرز الدهون. وصدقوني واسمعوا مني، لو قعدتوا فتره مثلا شهر كده ترطبوا بشرتكم كويس بمواد هي محتاجاها، اوعدكم ان انتم مش هتحسوا باي افراز دهون اللي منه بتيجي رؤوس بيضاء ورؤوس سودا ودهون وحبوب. والاهم ان البشره بتاكسد وخصوصا في الصيف، وده نوع من انواع الاسمرار المفاجئ. لو انتوا نازلين زي الفل مره واحده لقيتوا بشرتكم اسودت، نعمل ايه بقى يا شكشوكه للبشره الدهنيه ستيب باي ستيب في خلال 3-4 خطوات مش منتجات كتيره؟ اول حاجه الغسول بتاعكم لازم يكون فيه مواد بتساعد على تقليل افراز الدهون بس مش منع افراز الدهون. غسول يقدر يخلي البشره تقلل من دهونها مش يجففها وينشفها، لان احنا كده هنبقى رحنا لمشكله البشره الجافه وتعمل استغاثه ما تعرفش تطلع دهون، البشره ناشفه. اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي في البوينت دي. يكون هو هايدريشن في نفس الوقت، هو بيدي للبشره الترطيب وتحسوا ان انتوا بعد ما استخدمتوه بشرتكم طريه. تاني مرحله وهي مرحله الترطيب. بشره دهنيه مشكلتنا معاها ان احنا بنقول هي لما تستخدم سيرم تستخدم سيرم ساليسيليك اسيد، نياسيناميد، ماده كده اكتيف انجريدينتس نمسك البشره دي نخليها تنقرض الدهون بتاعتها. غلط. البشره الدهنيه اصلا اكسدت بسبب الزيوت. دي اكتر بشره محتاجه مواد تساعد على النضاره زي الهيالورونيك اسيد والفيتامين سي. تخيلوا انا شخص استخدم هيالورونيك اسيد في حياته على فترات متباعده. الفتره اللي عمري ما اشتكيت فيها ان انا عندي اكسده هي الفتره اللي كنت بستخدم فيها هيالورونيك اسيد. هتقولي ايه ده يا جاكلين؟ ده الهيالورونيك اسيد ده بتاع البشره الجافه. البشره الجافه بس هي اللي بتستخدمه عشان ترطيب؟ لا، بامانه ربنا البشره الدهنيه في امس الحاجه لاي سيرم هيالورونيك اسيد يساعد على الترطيب ويساعد على ان المرطب يمتص اسرع.
جربوا كده تستخدموا سيرم هيالورونيك اسيد ده او ده اللي انتوا عايزينه، او اي سيرم هيالورونيك اسيد من اي براند يكون فيه نسبه هيالورونيك اسيد فعلا، براند يعني يكون موثوق فيه، بجد هيفرق معاكم بشكل مش طبيعي في النضاره. لان اصلا الهيالورونيك اسيد ده جزيء كده، الجزيء بتاعه بيبقى بيعادل كانه 1000 جزيء من الميه في الترطيب. فانا عايزاكم تركزوا، هل البشره الدهنيه عندها مشكله مع الميه؟ لا، يبقى مش هيبقى عندها مشكله مع الهيالورونيك اسيد. ثالث خطوه مرطب عندي بس كومنت واحد فيه، بلاش المرطبات اللي الاساس بتاعها زيوت. قصدك ايه اساس بتاعها زيوت؟ في مرطبات كده وانتوا بتشتروها هتلاقوا مكتوب عليها زيت اللوز، زيت بذور العنب، زيت السمسم، القليل من زيت جوز الهند، والكثير من زيت الارجان. هي كريمات كويسه وقوامها قوام كريم وما فيهوش فيه اي زيوت، بس اللي عايزه اقول لكم ان الزيوت لما بتتحط عند درجات حراره معينه وتتضرب بالمضرب بتاع البيض عادي، قوامها بيتحول لقوام كريم. فانا مش عايزاكم تبقوا مجرد ان انتوا حطيتوا في عينيكم كريم، بس هو مش كريم، اساس بتاعه اساس زيتي. انا وانتوا ممكن يضحك علينا وما نعرفش ان ده زيوت، بس بيني وبينكم المسام بتعرف تفرق او ما بتعرفش تمتص الزيوت وبتسيبها من بره وبتتاكسد وتعمل اكسده وفي الاخر رؤوس سودا وبيضه وحبوب. اتمنى تكونوا فاهمين قصدي. وانتوا بتشتروا اي مرطب دوروا في الانجريدينتس بتاعته وشوفوا فيه ايه مواد فعاله. يعني مثلا ده مرطب بتاع سكين سايد، انا بجد بريكومند حاجات انا جربتها، فاهمكم انا فهمت منها ازاي. لما ده نفع معايا في فتره، انا اكشلي معايا منه 2 ثانيه اوريكم التاني اهو. ده كنت جايباه في اواخر الصيف اللي فات بتاع 2023، وده جايباه في اوائل الصيف اللي احنا فيه، لان انا وانا بستخدمه في الصيف بتاع السنه اللي فاتت وخلصته خلاص اهو. بالمناسبه بصوا اهو ما فيهوش خالص، ده مليان، ده جديد لسه. بصوا هنا مثلا الانجريدينتس بتاعته هسيب لكم صورتها. بصوا فيه ايه. اول حاجه الانجريدينتس اهي، في سيراميد، في هيالورونيك اسيد، في شيا باتر اهو، في زيت عادي او في زبده كمان، في الوفيرا، في نياسيناميد، في جليسرين ويوريا وبانسينول، في مواد بس مجابوش سيره زيوت كتيره. تعالوا بقى اوريكم كريم تاني ينفع قوي مع البشره الجافه. هسيب لكم برده الصوره هنا. ماء مكتر، جليسرين، خلاصه الصبار، خلاصه الخيار، كولاجين بحري. بصوا بقى، هيالورونيك اسيد، سيراميد، زيت لوز حلو، زيت ارجان، زيت بذور عنب، زيت جوجوبا، زيوت كتيره. اذا ده بتاع البشره الجافه. يبقى احنا نفرق ما بين ان انا بشره دهنيه ما ينفعش استخدم حاجه فيها زيوت كتيره وزيت وزيت وزيت، لا، بس كمان اعرف في نفس الوقت ان انا استخدم حاجه يكون فيها ميه، الوفيرا اكستراكت، مفيش مشكله من نوع من انواع الزيوت، نوعين بالكتير زي ما ده كان فيه زبده شيا مثلا، والباقي تكون حاجات بتساعد على الترطيب بحيث ان المسام تقبل انها تمتصها. اتمنى تكونوا فهمتوا وجهه نظري في الموضوع ده. انا عايزه اقول لكم ان ده مثلا اللي هو الاولاني اللي هو اللي فيه زيوت كتير بينفع معايا جدا في الشتاء، ان انا بشرتي في الشتاء ما بتبقاش مدهننه فما بيبقاش عندها كميه دهون زياده. انما في الصيف اول ما الدهون بتبقى زياده البشره مش هتمتص دهون، انا اسفه انا مش محتاجه دهون، المسام بتعرفها ما تقدرش انها تمتصها. فدي بس النقطه اللي انا عايزاكم تفهموها. اي مرطب بتشتروه في الدنيا دايما اقروا الانجريدينتس اللي عليه، اتعبوا معايا شويه ودوروا وشوفوا الحاجات اللي ما يبقاش فيها زيوت. وانا كمان مش بحب الحاجات اللي فيها سلسليك اسيد، صعب قوي ان انا احط كريم مرطب فيه سلسليك اسيد مرتين في اليوم لمده 24 ساعه بشرتي معرضه للسلسليك اسيد. اصلا السلسليك اسيد بيتضاف للغسول، والغسول ده ساعتها بيستخدم مرتين ل3 في الاسبوع. الكلام ده قلته لكم مره زمان، قلت لكم ان احنا عندنا نوعين من الغسول، غسول بينظف بعمق اللي هو الديب، وغسول كده لذيذ من بره اللي هو اللطيف. انا مش عايزاكم تنسوا بس المعلومات، انا بحاول اجمعها لكم كلها تاني من اول وجديد عشان لو في حد جديد. فاينالي بقى البشره الدهنيه علشان ما تتاكسدش وعشان ما تربيش دهون كتيره لازم نستخدم سان سكرين. ذا سيم السان سكرين بتاعكم يكون الاس بي اف بتاعته 50، ما يكونش فيه اي زيوت او اي دهون كتيره. مفيش مشكله من ان هو يبقى فيه زيوت في المطلق بس كتيره، لا، لازم يكون فيه مواد تكون لايت، يكون دراي تاتش، يفضل جدا لو دراي تاتش. بس انا عامه كجاكلين بحب السان سكرين يديني الجلو، يعني انا مثلا بحب الجلو اللي هو اللي موجود دوت، ما عنديش مشكله فيه، بس ما احسش ان انا مزيته او مأكسده مع شويه من الشمس. وفاينالي البشره الدهنيه بتبقى محتاجه كتير قوي من الترطيب الداخلي عن طريق الميه والعصاير، فما تنسوش امانه الخيار هايدريشن جدا وبيدي ترطيب. العصاير الفيتامين سي من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاكم جدا لو بتتعرضوا للاكسده. عصير البرتقال بالجزر خطير، جربوه لمده شهر، ما جيتوش بعد كده قلتوا لي يا جاكلين انت اشطر حد في الدنيا عشان قلت لنا على العصير ده، ما تبقوش تتابعوني، ازعلوا مني خصموني. البرتقال فيه كميه كبيره من فيتامين سي، والجزر فيه كميه كبيره من فيتامين اي، الاثنين دول بيساعدوا على جلو مش طبيعي وعلى نضاره مش طبيعيه زائد تجديد الجلد بشكل مستمر. فجربوا كده كل يوم تاخدوا حتى كوبايه صغيره من عصير البرتقال بالجزر، بامانه ربنا هتدعوا لي. بس كده خلصت الفيديو، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، والاهم تكونوا استفدتوا وحسيتوا ان انتوا لميتوا كده ملخص كويس. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.